انا كمال احمد عبد الله خلاف اللي كنت كلمتكم قبل كده بخصوص موضوع التابوت. ودلوقتي طبعا احنا كلنا منتظرين الاهواء، اهواء المجلس العسكري واهواء الاشخاص الاخرين على ان في رئيس هيجي من ال 13. وطبعا الكلام ده كلام منافي تماما للحقائق والوقائع اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هو التابوت. آية التابوت هي آية ملك بنص القرآن، ولما تأتي هذه الآية لا يجوز لأحد إنه يتعامل بخصوص موضوع العرش والكرسي والرئاسة والملك، لا، بيبقى ربنا سبحانه وتعالى هو مالك الملك اللي يضع يده على موضوع رئاسة مصر. طيب في ناس متشككة في الموضوع ويقولوا يعني ده خلاص، ده الانتخابات اهي. بطمنكم مفيش واحد من ال 13 اخ موجودين في المدينة هيبقى حتى مجرد يعني. وفي المشاكل طبعا انتوا عارفين المشاكل هتدور في هذا الامر، لان اي واحد فيهم حتى هيمسك، حتى لما نتكلم كلام على قد عقولنا، لو واحد من ال 13 نجح، ال 12 هيقولوا ده مزور، والمجلس العسكري قام بالتزوير. اي واحد فيهم ينجح، لان كل واحد فيهم بيقول انا الاغلبية، انا اللي معايا العدد الاكتر. يا ترى هيحل المشكلة دي ازاي معاهم؟ هيحلها بالسلاح؟ يحلها بالسلاح، يموت له كده 2-3 مليون واحد ولا حاجة. اذا يبقى ميدان التحرير ده مش هيخلو من البشر. يعني معنى كده ان الانتخابات دي فاشلة بنسبة 1000/1000. طيب هنرجع تاني للموضوع الحقيقي اللي احنا كلنا عايزين نتبين من صدقه. انا رحت الاثار وقدمت طلب للامين العام، طبعا زي ما انتم شايفين الطلب اهو، وده خط الموظفين، وادوني ارقام، وبطالب انا الامين العام بقول له ان احنا البيت فعلا بيتهز، بدأ يتهز، والتقرير طبعا موجود فيه كلام رهيب، لدرجة ان الموظفة اسمها مديحة، الدور الخامس، هيئة الآثار بالعباسية، ادتني الرقم قاف ح. انا مش فاهم قاف ح دي مقصود بيها ايه. 1 وبعد كده 1046 على التاريخ 20/5/2012 زائد التقرير من 31 صفحة خط ايديها عشان نقدمها للنائب العام، خط ايديها. تقرير من 31 صفحة ومعاه وله 3 صور ومعاه 3 خرايط. وبسؤالي طبعا بتقول لي ده مش التابوت بس، ده قمة الآثار تحت البيت، مش تابوت بقى، ده تابوت وأسر ملكة وأنفاق أثرية قصة كبيرة بخصوص اللي تحت البيت. 31 صفحة، يا ترى مكتوب فيها ايه ال 31 صفحة دي؟ بعدين الحقيقة بدأت تظهر دلوقتي، يعني الأول ما كانوش يرضوا يدوني حاجة زي كده أبدا، وقالوا لي اطلع على تفتيش آثار المطرية، لو مرضوش يدوك صورة من التقرير تقدر تتوجه للوزير بشكوى وقول له البيت بيتهز، لأن فعلا البيت مليان آثار تحت وأنفاق أثرية، ممكن البيت يقع فعلا. طيب برضو أنا بعت للإخوة أعضاء المجلس العسكري اللي هما ما بيسمعوش الكلام، مش مقتنعين إن التابوت ده هيطربق الدنيا، محدش مصدق.
ولما الدنيا تتطربق يلا نطلع التابوت. ما هي كده، ما بتجيش غير كده. ملخص الطلب، رحت سلمته بنفسي لعميد اسمه صلاح، وقال انا هطلع الطلب ده للواءات في الدور التاني. خلاصته ان انا بفهم ان التابوت ده هو سبب اللي احنا فيه، فعشان احنا ننجو ونخرج من الازمه اللي احنا فيها، من يحكم مصر خرج آية الله التابوت، لان دي جايه الامر هام، امر عظيم وله علاقه بالقران. هو انتوا نسيتوا الوعد الالهي في سوره الاسراء؟ امال مين اللي هيحرر القدس؟ جنود مصر. والرسول عليه السلام مدح جنود مصر. والتابوت ظاهر في مصر ليه؟ لان هم اللي هيقوموا بتحرير المسجد الاقصى والارض المقدسه، وده وعد الهي مفعول، يعني مفيش فايده، مفيش فايده. تنسيت فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. تنسيت دي؟ نسيت ان ربنا بيقول ان في ناس بيجهزها سبحانه وتعالى للقتال لتدمير اسرائيل وتحرير المسجد الاقصى والارض المقدسه. هو لما تحرر شرفك يا راجل، شرفك اللي اليهود مدنسينه ومنجسينه، مش هي دي برضو النهضه؟ ولا النهضه اللي انت تقعد تعمل افلام وتعمل مسارح وتقعد تشتغل في الازرق وكوره ومش كوره وترجع البلد برضو زي ما كانت، والسرقه والنهب زي الجرع السلفي ده اللي كان بيكذب يقول امي مش امريكيه، بقى يكذب عشان عايز يبقى رئيس. يعني كل واحد فيكم عايز يبقى رئيس عنده استعداد يقتل ال 80 مليون ولا 90 مليون مواطن مصري عشان يبقى رئيس. ده كل واحد امله فيه هو اهم حاجه انه يقعد على الكرسي وبس. وانا ببشره في المشمش لما يطلع المشمش. مش ممكن واحد فيكم هيبقى رئيس ابدا، حتى لو نجح في الانتخابات. مش معنى كده هيبقى رئيس. طب خليه يمارس الشغل، خليه يمارسها، الناس هتنزل له، لان الله سبحانه وتعالى كلمته هي فوق الكل. التابوت آية ملك، قلنا فيه اسم الرئيس اللي جاي، قلنا فيه اسم ملك مصر، وفي احاديث نبويه ولو كانت ضعيفه لكن نوهت ان في شخصيه الرسول صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها، ان الشخصيه دي هتجيب التابوت ويقاتل اسرائيل من مصر. ودي رضينا ام لم نرضى، لانه وعد وكان وعدا مفعولا. وزي برضو ما احب انا عشان يعني اذكركم ان اسرائيل ما حصلش ابدا في التاريخ من قبل، ما حصلش في التاريخ من قبل. الكلام ده موجه للعلماء والمشتغلين بالعلم الديني او المشتغلين بعلم التاريخ. هات لي في التاريخ ان اسرائيل كانت عاليه وبعدين كافره ومفسده وعند الارض المقدسه بغرض هدم المسجد الاقصى وتدميره وبناء معبد الشرك. هاتها لي في التاريخ كده، هاتها. اللي عايز يطلع كلامي غلط اتفضل يجيبها لي، اديني بتحداك اهو، روح هاتها يا اخ انت وهو. عمرك ما هتلاقي في التاريخ ان اسرائيل يوم ما كانت اسرائيل عاليه كانوا مسلمين، داوود وسليمان وموسى وهارون، دول كانوا حاجه تاني، كانوا ناس مؤمنين. وايام طالوت كانوا مؤمنين. حتى اللي كانوا مش مؤمنين ربنا امر ان هم ما يقاتلوش مع مين؟ مع طالوت في الحرب. اذا يبقى احنا نتكلم كلام العقل. القرآن بيقول فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. البأس الشديد اللي هو التابوت. انت هتحارب ايه بأس شديد اقوى من القنابل الذرية والصواريخ الموجهة والحاجات اللي بتدمر بالقارات، يعني بتدمر القارة بالكامل.
ايه اللي اقوى منها الا كلام الله سبحانه وتعالى؟ بس تنفذوا ان كنتم مؤمنين. عشان كده تلاقي ربنا بيقول ايه عن التابوت؟ فيه سكينة من ربكم، كلام الله اللي يخليك تطمئن. ده السكينة. امال السكينة هيكون ايه؟ مفيش حاجة وتبقى سكينة؟ ولا لازم يكون في كلام مفهوم؟ فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يعني لو أنت مؤمن إن في ربنا وإن ربنا قادر، يبقى تعرف إن لما يكون ربنا بيوجهك للنصر اتبع كلام الله سبحانه وتعالى. والتابوت من القرآن، وما عنديش نص خاص في القرآن إنه بيقول إن التابوت ده خاص ببني إسرائيل بس وما يخصش بقى المسلمين. مين قال كده؟ فين النص الخاص؟ نص مخصص في كلمة فقط أو أي كلمة تدي المعنى مفيش. هو مجرد إن ربنا أيد طالوت بالتابوت بس، مفيش حاجة أكتر من كده. آية الملك، لكن هي خاصة بطالوت فقط. فين النص اللي بيقول كده؟ اللي احنا يهمنا دلوقتي في الوضع اللي احنا فيه ان احنا داخلين على مشاكل كبيرة بسبب العقول الضعيفة. التابوت موجود تحت البيت 21 مؤسسة النور الزيتون، وفيه كلام الله اللي هو السكينة لملوك ربنا مختارهم هيقودوا حروب، واللي احنا دلوقتي على بابه هي الحرب اللي مع إسرائيل لتحرير المسجد الأقصى والأرض المقدسة. وطبعا يبقى التابوت ده جاي هيبقى فيه اسم الرئيس المصري اللي هو يبقى ملك. يعني هو حتى بيبقى ملك، ما بيبقاش رئيس، لا يطلق عليه اسم رئيس، يطلق عليه اسم ملك. هيبقى ملك مصر اللي جاي يحارب إسرائيل لتحرير المسجد الأقصى بأمر من الله، ومعاه آية التابوت. جميع الانتخابات اللي شايفينها دي لن تبوء إلا للفشل. الفشل هو المنتظرها دلوقتي. أكتر واحد فيهم هياخد أسماء عشان هيبقى الرئيس وبتاع، مفيش حد. لن يرضى أحد عن أي رئيس، أي واحد فيهم هيبقى رئيس مثلا، ده إن كان هو مش هيبقى فيه رئيس إلا عن طريق التابوت. هيجي واحد ينجح في يقول ده أنا أكتر الأصوات ال 12 هيوقفوا له زي ما قلنا. الله ده حصل تزوير، أصل ده مش عارف إيه، أصلا ده لازم، لأن دي حقيقة. هي دي الحقيقة. كام واحد مش عايز كل واحد من ال 13؟ يعني لو مجموعة عايزة واحد من ال 13، طب الملايين التانيين مش عايزين ده بقى، لأن دول مفرقين على ده عايز ده وده عايز ده وده عايز ده وده عايز إيه ده احنا في سوق زي ما نكون في خرابة، احنا قاعدين في خرابة. انتخابات ايه دي؟ فاحنا بنقول نؤمن بالله ونهتدي ونطلع التابوت. مفيش تطليع تابوت، طب خلينا زي ما احنا، ومفيش حل في اي حاجة. وميدان التحرير هيبدأوا يبنوا فيه عماير، لان طبعا الناس هتقعد فيه على طول بقى، خليكوا قاعدين. والايام بينا بقى هنشوف بقى ايه اللي هيحصل ان شاء الله. السلام عليكم.